السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو تعرضت لحادث أو حسيت بألم غريب غالبا الدكتور قالك اعمل أشعة، بس هل وقفت لحظة وفكرت ليه ساعات بيطلب أشعة عادية وساعات تانية بيطلب أشعة مقطعية؟ هل الاتنين زي بعض ولا في واحد أدق من التاني؟ في الفيديو ده هنعرف الفرق الحقيقي بينهم، مش بس في التقنية لكن في الهدف والدقة وحتى المخاطر المحتملة. خليكم معايا. نبدأ بأول حاجة وهي تعريف جهاز الأشعة العادية. الأشعة العادية هي أقدم وأبسط وسيلة تصوير طبي، بتستخدم كمية بسيطة من الإشعاع لتمر من خلال الجسم وبتظهر الهياكل حسب الكثافة. تستخدم عادة في كسر العظام، مشاكل في الرئة زي الالتهابات الرئوية، والكشف عن الأجسام الغريبة زي وجود جسم غريب. أما بالنسبة للأشعة المقطعية فهي تطوير متقدم للأشعة العادية، بتستخدم نفس نوع الإشعاع إكس راي، لكن الفرق الكبير إنها بتصور الجسم من زوايا متعددة وبتحول الصور دي إلى شرايح مقطعية. يعني إيه؟ يعني بتشوف الجسم حتة حتة كأنك بتقطع بالسكينة وتفحص كل طبقة. بتستخدم في فحص المخ بعد الحوادث أو الجلطات وأورام البطن والحوض وتقييم الإصابات الداخلية بدقة. تعالوا نشوف الفرق في التقنية ما بينهم. بالنسبة لنوع الصورة فالأشعة العادية بتدي صورة مسطحة ثنائية الأبعاد، أما المقطعية فبتدي صور مقطعية ثلاثية الأبعاد. بالنسبة لمدة الفحص فالأشعة العادية بتكون مدتها في المتوسط دقيقة، أما الأشعة المقطعية فمدتها من 5 ل10 دقايق. بالنسبة لكمية الأشعة فبتكون في الأشعة العادية قليلة نسبيا، وبالنسبة في الأشعة المقطعية بتكون أعلى. تعالوا نشوف مميزات وعيوب كل نوع. الأشعة العادية بتكون سريعة جدا ومتوفرة في كل المستشفيات وتكلفتها أقل، لكن العيوب بتاعتها إن هي دقتها محدودة خصوصا في الأنسجة الرخوة وما بتوضحش التفاصيل الدقيقة. بالنسبة للأشعة المقطعية فبتكون دقتها عالية جدا وبتظهر التفاصيل الداخلية الدقيقة خصوصا في تشخيص النزيف والجلطات والأنسجة الرخوة، ويمكن إعادة بناء الصور بشكل ثلاثي الأبعاد. لكن العيوب إنها تكلفتها غالية والتعرض للإشعاع بيكون أكبر. تعالوا نقارن بينهم على شكل قصة بسيطة. تخيل حد تعرض لحادثة عربية، أول حاجة الدكتور بيطلبها أشعة عادية على الصدر علشان يشوف هل في كسر في الضلوع، لكن لو في شك في إصابة داخلية أو نزيف داخلي أو حالة حرجة جدا هنا بقى السي تي سكان بيكون البطل الحقيقي. تمام، إمتى بنستخدم كل نوع؟ لو الدكتور محتاج تقييم أولي سريع أو يطمن على العظام بيطلب أشعة عادية، أما لو محتاج يعرف تفاصيل دقيقة عن العضو، الورم، النزيف، اشتباه في وجود جلطات، فالأشعة المقطعية هي الأحسن. في النهاية كل نوع ليه دوره، مش دايما الأغلى هو الأفضل ومش دايما البسيط كفاية. القرار دايما بترجع فيه للطبيب، والفني بيكون دوره حاسم في تشغيل الجهاز وتفسير النتائج بشكل سليم. لو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الممكنة. أنا عبد الله أحمد، فني أشعة، وده كان شرح مبسط للفرق بين الأشعة العادية والمقطعية. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.